السلام، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده وفي صحه جيده ان شاء الله. كيف ما شفتوا في العنوان جيت لكم في هذا الفيديو غادي نطرقوا لواحد الموضوع بسيط جدا اللي شاغل الناس ديال خصوصا ساكنه السلا الجديده على وديت الاشغال اللي كاينه حاليا في السلا الجديده. تعطلات بزاف الاشغال وبزاف الناس كيتشكاو من الغبره، من بزاف الحوايج والطريق كلها محفره. فانا في هذا الفيديو غادي نعاود لكم شنو واقع بالضبط وعلاش الاشغال تاخرت وعلاش الاشغال كانت بحال هكاك. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش نعرفوا شنو هما الاسباب، ويلا معايا نعاود لكم شنو هما الاسباب. نبداو الفيديو ديالنا. كما قلت لكم شحال هذه خرج البلان ان السلا الجديده خاصها تقاد من نهار تهز المغرب في كاس العالم، انه غينظم كاس العالم 2030. بدا الفكره ديال ان السلا الجديده خاصها تقاد وخاصها الطرقان ديالها يوسعوا وداكشي استعدادات لكاس العالم ان شاء الله. فهاد العام العام اللي فات سنة 2025 بداو الاشغال الدنيا كلها تحفرات، كلشي الغبره داكشي. مهم صافا مزيان داكشي، حنا فرحانين، حنا ساكنين السلا الجديده فرحانين ان الطريق غتصاوب بهذا. فاذا به الاشغال كتعطل. سنة 2025 دخلنا في 2026 وحنا دابا شهر 5 في 2026 ومازال لي تخاو لحد الساعه كاينين في السلا الجديده. وهذا راجع لسبب بسيط جدا بسيط جدا، هو انه الشركه اللي كانت مكلفه باصلاحات هنا في السلا الجديده طلعت شركه فيها الدغانيش وفيها نصب الاحتيال بزاف د الحوايج، ماشي فيها نصب الاحتيال بليتو، فيها ما كيف كنقولوا ما كتقنش الخدمه ديالها، ما تقناتش الخدمه ديالها. هادشي اللي كاين. داكشي علاش بان لكم راه الاشغال طولوا بزاف الناس الجديده وصراحه راه حنا كاملين متاثرين بهاد لي طرافو هادي، حيت الغبره وانسان يلا كيقول سالاو هاد البلاصه سالاو هاد لازون اللي حدانا نخملوا الدار نجمعوا روينتنا وداكشي، فاذا بهم كيعاودوا يحفروا يعاودوا يقادوا. فهادشي راجع غير للشركه اللي كانت مكلفه بهنايا بالاصلاحات في السلا الجديده، فما دارتش الخدمه ديالها كما خاصها تدار. فداكشي علاش حيدوها، ودابا راه جابوا شركه جديده اللي بدات عاوتاني كتصاوب الطرقان وداكشي. راه بزاف الناس لاحظوا الفرق في طريق بريبري. اي نعم هي راه وسعت ولات زوينه، سكان السلا الجديده اللي غيعرفوها سكان السلا الجديده ولا اللي كيدوزوا منها بزاف ديال الرباط، لا اللي كيدوزوا من طريق بريبري بزاف. فبزاف الناس غيعرفوا تبدلات طريق بريبري، تبدلات كانت الطريق ضيقه ولا الطريق واسعه، ولكن فاش تصاوبات المره الاولى بقاو فيها الحفاري، يعني واخا كدوزي راه كاينين حفاري، يعني الطريق ما مقاداش مزيان. فاضطروا عاوتاني ملي يحبسوا مع ديك الشركه وجابوا شركه جديده، فاضطروا عاوتاني يسدوا طريق بريبري ويعاودوا فيها لي طرافو بحال يلا غيبداو يخدموا فيها زيرو. وهادشي اثر بزاف على الوقت، سورتو الوقت بزاف خدا منهم بزاف ديال الوقت. وانا راني سمعت، ما عرفتش واش المعلومه صحيحه او لا، ولكن انا سمعت انهم تابعوا الشركه اللي كانت مكلفه بالاصلاحات في المره الاولى في السلا الجديده، تابعوهم قانونيا وحالوهم للمحكمه وغادي يحاكموهم. بطبيعه الحال الا كانت هاد الاخبار صحيحه غيحاكموهم، حيت راه ما يمكنش عاوتاني الطريق ديال لابيلفي اللي جات حدا، اللي جات في مول الخصا ولا قدام الخصا، ماشي طريق لاستيا، الطريق اللي قبل من لاستيا، حتى هي كلها الزفت كامل اللي كاين تما في داك الشانطي كله حيدوه وغيعاودوا يخدموها. الخصا كذلك الشركه اللي كانت ما خدمتش لهم مزيان، فاضطروا عاوتاني فاضطروا عاوتاني يعاودوا يخدموها.
وهادشي اللي خلى الناس بزاف يتشكاو من لي طرافو بزاف طولات في السلسله الجديده. هادشي راجع لسبب واحد ما كاينش شي سبب اخر، هو ان الشركه اللي كانت معطيه ليها شنو هو كان معطيها سمحوا اللي كانت معطيه ليها الاصلاحات في الاول خوات بهم ما صوباتش داكشي كوم يلفون كما يجب. فداكشي علاش جابوا شركه جديده اللي غادي تكمل الخدمه ديالها، او ماشي غتكمل بليتو ماشي غتكمل، غتعاود الخدمه اللي دارت الشركه الاولى. اللي نورمالمون هاد الوقيته راه كان خاصها تكون سلا جديده صافي، سالاو لي طرافو، ركبوا لي بانو ديال لي فوروج ديال الاضواء واللي في الطريق، ركبوا لي ستوب، ركبوا كلشي. فهادشي كله باقي ما ركبش في بزاف ديال الشوارع، سيرتو الشوارع الكبار، سيرتو الشارع الكوميساريه اللي فيه الكوميساريه باقي ما ركبوش فيه ديك البانو ديال الضوء، وما ركبوش فيه لي بانو ديال لي ستوب. يمكن يركبوا شي واحد ولا مانات. هذاك الشيء علاش باقي ما ركبوش كلشي وباقي ما سالاوش لي طرافو. فهاد الشركه جديده باقي يلا جابوها ما يلا شحال دابا يمكن شهر، يلا جابوها يمكن غير في شهر 4 عاد جابوا هاد الشركه جديده. فما يمكنش ان غير شهر واحد غادي تصلح لك هاد الاصلاح، هاد الشيء كامل اللي دارت الشركه من 2025 اللي كانت كتصاوبهم الشركه من 2025. ما يمكنش تجي شركه جديده تساليهم في شهر او لا شهرين. داكشي علاش اللي تخافوا في سنه جديده طولوا بزاف. هذا راجع لان الشركه الاولى ما خدمتش خدمتها وصافي. هادشي اللي كاين. وانا جيت غير نشرح لكم علاش الاشغال طولوا في سنه جديده لهاد الدرجه وصافي. هادشي كاين. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش ديروا لايك. بالنسبه للناس اللي جداد في القناه اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم اشعار ديال اي فيديو جديد نحطو في القناه ديالي. كثروا من لي لايك، خليو لي الاراء ديالكم في لي طرافو اللي كاينين في سنه جديده بالنسبه للساكنه ديال سنه جديده، وشاركوني الاراء ديالكم وقولوا لي انه النوع ديال الفيديوهات اللي بغيتوني ندير معكم. سمحوا لي شادني شويه باقا ما متعوداش مع العلم انني راه مده طويله وانا كان زعما كنصور فيديوهات، ولكن باقا ما تعودتش نصور فيديوهات. سيرتو انني ما كنكونش موجده الفيديو قبل، يعني كنجي كنحل الكاميرا كنصور كما جا الفيديو كنحطه، ما عنديش مشكل وصافي. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم. نتلاقى انا وياكم ان شاء الله في فيديو جديد، فلوق جديد، المهم فلوق جديد، روتين جديد، فيديو جديد. ما تنساوش غنديروا استعدادات للعيد الكبير، غادي نوجد معكم بزاف د الحوايج العيد الكبير ان شاء الله. مع العلم انني ما كندوش العيد هنا في سلا جديده، ولكن غنشارك معكم الاجواء ونشارك معكم كل شيء، التحضيرات اللي قبل العيد، في العيد، ورا العيد. تسناوني وما تنساوش اشتركوا في القناه باش تشوفوا الفيديوهات الجداد اللي غنحط لكم في سلسله ديال العيد الاضحى. تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.